السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك ولاء من سوري تنمية مهارات. أولا طبعا ربنا يرحم موتانا ويغفر كل شهداء المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. دعوتنا جميعا لأهل فلسطين، ربنا يغفر لهم ويرحمهم، وإن شاء الله بإذن الله يكونوا شهداء من أهل الجنة إن شاء الله بإذن الله وحده. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد فيما يخص الحضانات، وهو ايه هي اسرار نجاح الحضانات، ازاي اخلي حضانتي ناجحه، او ايه السر اللي بيكمن في نجاح الحضانات. طبعا انا عندي عده عوامل لازم انتبه ليها وانا بشتغل في الحضانه بتاعتي عشان اقدر احقق النجاح اللي انا بأمله يعني او بطمح فيه. اول عامل من العوامل ديت هي الدعاية والاعلان والتسويق للحضانة بتاعتي. لازم احدد قنوات الاعلانات بتاعتي وقنوات الدعاية اللي انا هعمل من خلالها التسويق للحضانة بتاعتي، سواء من خلال ستيكر هيتحط على الحيطة، او هعمله من خلال ان انا اوزع مثلا مع اتفق مع سوبر ماركت او مع صيدلية واوزع عندها البروشور بتاع الحضانة بتاعي، واحط فيه الانشطة اللي انا بستخدمها، او احط فيه الادوات اللي انا او الخدمات اللي انا هقدمها في الحضانة بتاعتي، اعمار الاطفال اللي انا هستقبلهم في حضانتي. يعني احاول ان انا اجمع معلومات على قد ما اقدر من في مختصر كده في نقط، واحطها في البروشور ده عشان يبقى وافي كل الخدمات اللي انا هقدمها في الحضانة بتاعتي، اعمار الاطفال اللي انا هستقبلهم، كل ما يخص الانشطة اللي انا هقدمها في الحضانة بتاعتي. لو في كورسات، لو في مثلا بشتغل في مهارات معينة، لو عندي اخصائيين تخاطب او صعوبات تعلم بستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة او لا، كل دي خدمات انا بكون مقررة اذا كنت هقدمها في حضانتي ولا لا، فالمفروض ان انا بحطها في البروشور اللي انا بوزعه عندي. كمان النت او السوشيال ميديا من الحاجات المهمة جدا جدا في انتشار الحضانة بتاعتي، وبتخلي الحضانات حقيقي تنتشر بسرعة كويسة. لو عملت قناة على اليوتيوب وقدمت فيها، سوري على الصوت المزعج بصور في الشارع، لو عملت قناة وحطيت عليها الأنشطة بتاعتي اللي أنا بشتغل بيها في الحضانة، صورتها وحطيت اسمها في البروشور بتاعي، أكيد طبعا ليا مكان على الفيسبوك وبيج المفروض إن أنا بسوق من خلاله الحضانة بتاعتي والأنشطة على طول أول بأول اللي أنا بعملها يومية. لازم أو لو في حفلات أو أي اكتيفيتيز عموما لازم بصورها وبنزلها. لو في عندي جروب واتساب، ولان انا مش بستحب قوي الموضوع ده ان انا اعمل جروب واتساب لكل اولياء الامور، خليني احسن في البيج بتاعت الفيسبوك، بتكون افضل كتير عشان اولياء الامور بيعملوا نوع من انواع الاتحاد في حاجات مش حقيقية. يعني يا ريت طبعا جميل ان احنا نتعاون مع بعض في حاجات تكون مفيدة لينا ولأولادنا، ولكن للأسف بتكون حاجات مش حقيقية، فدوت بيعطل مسيرتنا الأكاديمية اللي احنا مخططين ليها. طيب تاني نقطة بعد الدعاية والإعلان والتسويق لأي حضانة، الإدارة. لازم المديرة تكون على قدر من المهنية في إدارة الحضانات بالذات، الإدارة بصفة عامة والحضانات بصفة خاصة. يعني لازم يكون عندها مقومات الإدارة، شخصية المدير القيادي، تقدر تاخد قرارات، تقدر تكون حاسمة في قراراتها، تعرف تتعامل مع الناس، يكون عندها مهارات تواصل مع الآخرين لأنها بتتعامل مع موظفين عندها ومعلمين ومعلمات ودادات وأولياء أمور. والله لو هي على قدر كويس من العلم التربوي هنقول لها وهنسمح لها انها تتعامل مع الأطفال، ولكن لو هي مش عندهاش القدرة انها تتعامل مع أطفال هنقول لها بس انت كل تعاملك هيكون كإدارة
في الحضانة مع المعلمين والمعلمات والإداريين والاستاف اللي عندي عموما وأولياء الأمور. لكن خلي قصة الأطفال أو الشغل مع الولاد الصغيرين مسؤولية حد تاني غيرك، بلاش يكون انت. انا كصاحبة حضانة لما بعين مديرة حضانة ده اللي لازم اكتشفه فيها وانا بتعامل، لان في ناس كتير بيكون عندها قدر كويس قوي قوي من مهنية الادارة ويكون شاطرين اداريا، ولكن هم تربويا مش واخدين القدر الكافي اللي يخليهم يقدروا يتعاملوا مع اطفال صغيرين في سن الروضة او الكيجي. فعشان كده لازم احدد المهام ولازم اوزع المهام كويس جدا بين كل العاملين عندي في الحضانة بتاعتي. الدادات دورها ايه، المعلمين دورها ايه، المديرة دورها ايه، مين مسؤول عن كلاس البيبي، مين مسؤول عن كلاس الاكبر شوية، مين مسؤول عن التنظيف لو في مطبخ، مين مسؤول عن المطبخ، وهكذا. طيب النقطة اللي بعد كده المعلمات. مهمة قوي قوي ان انا اختار المعلمات بتوعي بعناية كويس جدا ويكونوا على قدر كبير قبل العلم التربوي. الرحمة، يكون عندهم رحمة يعني، وانا بختار المعلمات بتوعي اختارهم يكون عندهم انسانية ورحمة ودين، أو قبل ما يكونوا اصلا هم على قدر من العلم والثقافة والمهنية التربوية والشهادات والكورسات وكل ده. مهم جدا جدا ان انا اهتم بشخصيتهم، تكون شخصية سوية، ما تكونش شخصية معقدة او عندها خلل نفسي محتاجة هي اصلا تتعالج قبل ما تروح تنزل تتعامل مع اطفال، لان الاطفال ابرياء يعني ما لهمش ذنب في ان احنا نجيب لهم ناس ما بيعرفوش يتعاملوا معاهم لمجرد ان هم شاطرين تربويا او سوري مش تربويا بقى، هم هيكونوا شاطرين اكاديميا بس، لكن ما عندهمش الفكر التربوي الصحيح للتعامل مع الاطفال في السن الصغير دوت. خدي بالك السن دوت لو حبك يعني هيفضل يحبك لحد ما يخرج من الحضانة، لو كرهك وكره المكان مش هتعرفي تخليه يحب المكان تاني. فمهم جدا جدا من اول وهلة، يعني زي ما بنقول كده اللقطة الاولى للطفل ان هو يكون حابب الحضانة وحابب المعلمات وحابب المشرفين وحابب الناني، لان فعلا لو ده ما اتحققش من اول يوم مش هتعرفي تحققيه بعد كده مهما الطفل قعد عندك. طيب النقطة اللي بعد كده المستوى الاكاديمي وما تقدمه الحضانة من تنمية مهارات وقدرات للطفل. ايه هو المستوى الاكاديمي اللي عندي؟ الكتب الاكاديميه، الكتب الانشطه الاكتيفيتيز اللي انا بعملها، نظام الحصص عندي هيكون ماشي ازاي، هل كل ده مهم جدا جدا. ولازم لما يجي ولي الامر اعرفه ان الطفل من اول ما بيدخل الحضانه عندي لحد ما بيخرج هو بيعمل ايه. الجدول اليومي للحضانه عندي لازم يكون فيه متابعه دوريه للطفل، لان لو مفيش متابعه من الحضانه مع ولي الامر للاسف الطفل ولي الامر مش هيبقى على يقين من مهنيه الحضانه او مستواها. فمهم جدا جدا المستوى الاكاديمي من اهم الحاجات اللي بيعمل دعايه للحضانه عموما وانتشار المستوى الاكاديمي للطفل والمتابعه مع ولي الامر. بس خليني الاول اقول لك المستوى الاكاديمي للطفل اختيار المنهج اللي انا بقدمه والمحتوى التعليمي اللي انا بقدمه للطفل، مستوى الطفل اكاديميا، الانشطه اللي انا بعملها للطفل لتنميه مهاراته عموما بشكل عام، الادوات اللي انا بستخدمها مع الطفل علشان انمي مهاراته بيها. المفروض بيبقى فيه خطه بتبقى معموله مسبقا من بدايه، حتى مش اكاديميا بس، ده حتى في تنميه مهارات بالقدرات الأطفال لازم بنعمل خطة للأطفال. ولو في طفل عندي مختلف شوية لازم أعمل له خطة ليه هو تكون خطة منفردة علشان أقدر أوصل بيه للمستوى اللي أنا عايزاه منه. يعني أقدر أحدد إيه قدراته وإيه مميزاته وإيه عيوبه، وأعمل له زي مثلا اختبار صغير كده من خلاله بقدر أحدد الطفل ده واقف فين وأقدر أوصل بيه لفين. نقول المتابعة بقى. المتابعة يعني عايزة أقولك إن كراسة المتابعة دي هي يعني مفتاح نجاح الحضانة.
اللي بتحطي فيها كل حاجة للطفل، بتحطي فيها التقارير بتاعة الطفل، بتحطي فيها الجدول اللي يخص الطفل، بتحطي فيها تنمية مهارات الطفل، بتحطي فيها مستوى الطفل الأكاديمي، مستوى الطفل المهاري، الأنشطة اللي الطفل بيعملها وبينجح فيها بنسبة قد إيه، الأنشطة اللي بيخفق فيها الطفل، مهارات التواصل، المهارات الفكرية، أو التفكير زي ما بنقول، المهارات المعرفية، كل حاجة بحطها في كراسة المتابعة بالريبورت بتاعها، وببعته كل أسبوع لولي الأمر عشان يتابع يشوف ابنه أخد إيه، وابنه نجح في ايه واخفق في ايه، ومحتاج مني ان انا اشتغل على ايه، ومحتاجه من ولي الامر ايه. دوت بيحسس ولي الامر بمدى اهتمام الحضانه بالاخذ بايد الطفل، يعني بيحسس ولي الامر قد ايه احنا مهتمين بالطفل، وقد ايه عايزين الطفل يكون افضل ويكون احسن. عايزه اقول ان اوعى يعني بلاش، يا ريت ارجو من اصحاب الحضانات ومديرين الحضانات انهم يهملوا الجانب المهاري عند الاطفال وتنميه المهارات، لان ده بيأثر تأثير مباشر للطفل اكاديميا بعد كده لما بيدخل المرحله الاكاديميه. ولو انا جربت وجبت طفل بيور كده مش واخد اي تنميه مهارات كده وصفحه بيضه، وما اشتغلتش معاه باي اكتيفيتيز ولا البيت اشتغل معاه، وجبت طفل تاني نفس السن وفي نفس العمر ودخلوا الحضانه مع بعض، طفل تاني انا اشتغلت معاه واشتغلت عليه تنميه مهارات كتير واديته انشطه كتير واشتغل بادوات كتير، هلاقي اكاديميا فرق رهيب بين الطفل ده والطفل ده، برغم ان هم من نفس السن ومن نفس العمر ونفس الفكر ونفس الذكاء يعني، ونفس البيئة الاجتماعية ونفس الثقافة بتاعة الأهل، سبحان الله. بس بنلاقي فيه اختلاف، والاختلاف ده فعلا بيظهر قوي في وقت شغل الأكاديمي مع الأطفال. مهم قوي إن أنا أشتغل بأنشطة، أشتغل بأدوات، أصور الأدوات اللي عندي، وولي الأمر يبقى عارف أنا بشتغل بإيه، وأبعت لولي الأمر أول بأول وأعرفه مدى اهتمامي بالطفل، وأطلب منه برضو هو يشتغل معايا بشكل متوازي ما بيني وما بينه. طيب النقطة اللي بعد كده نظافة المكان، لان انا احيانا بخش حضانات، انا شغلي في الحضانات، والله العظيم المشهد ده يعني بجد انا بزعل منه جدا وبيقفلني من المكان. الاقي كده الاطفال قاعدين في بره يعني عند الكونتر بتاع صاحبه الحضانه او مديره الحضانه او ايا كان، وريحه الحضانه مش قادره اقول لكم من كميه العدد اللي قاعده بره، وهرج ومرج وصوت عالي وشقاوه من الاطفال، واطفال كتير، والعيال بتعيط، واللي طفل خبط التاني، وطفل وقع التاني، وطفل زق الباب على ايد الطفل التاني، ويعني الوضع مش قادره اقول لكم من أسوأ الحضانات اللي ممكن حد يشوفها، عدم الاهتمام بالنظافة. فأنا بجد محتاجة أقول أهم حاجة من أهم الحاجات اللي بشدد عليها نظافة الحضانات، التجديد المستمر في الحضانة. مهم جدا ان انا اجدد باستمرار، بلاش حكاية ان انا كل سنة الوضع يبقى زي ما هو. اجدد في الادوات بتاعتي، اجدد في وسائل العرض بتاعتي، اجدد في الحيطان بتاعتي، في الترابيزات، في الكراسي. بلاش الكراسي تبقى مش نظيفة ومكسرة، ولي الامر هيجي يشوف ايه يا جماعة؟ ولي الامر هيجي يشوف ايه؟ ولا وانتي بتصوري الوضع بيبقى سيء جدا والله بجد. يعني يا ريت نهتم بالموضوع ده، لان الموضوع ده يعني النظرة الأولى يا جماعة، نهتم بالنظرة الأولى. ربنا يا رب يكرمنا جميعا ويوفقنا جميعا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. بتمنى التوفيق لجميع الحضانات، بتمنى التوفيق لكل. ومرة تانية ندعي لشهدائنا والأهلنا في فلسطين، ربنا يفك عليهم كربهم يا رب، اللهم أمين، ويخرجوا من المحنة دي على خير يا رب يا رب يا رب يا رب. ارحمهم يا رب يعني فرج كربهم يا رب، فرج كربهم يا رب العالمين، امين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.